السلام عليكم أصدقائي وأصدقاء قناة الورشة. النهاردة قناة الورشة هتقدم لكم حل سحري هيخلي المخرطة مهما كانت قديمة وبتخرف في المقاسات تتحول. فعلا هتتحول، لأنها مش بس هتدي مقاسات مظبوطة، لكن هتدي لك دقة 1/100 من الملي. إزاي؟ تعالوا مع بعض نشوف. بس قبل ما نبدأ يا ريت ندوس على اللايك، واللي ما يشتركش يشترك، فعل زر الجرس، ويلا نشوف الفيديو. زي ما احنا شايفين، دي مكان الرسمة العرضية. بنبدأ في المكان الثابت ده نركب جهاز الاندوكيتور، نحط القاعدة، بنقفل المغناطيس علشان تبقى ثابتة ما تتحركش. بنبدأ نركب كل أجزاء جهاز الاندوكيتور بالشكل دوت. بنتأكد من تربيط كل الأجزاء ثابتة. بنجيب بعد كده الساعة الخاصة بجهاز الاندوكيتور، بتركب بالوضع وبالشكل اللي احنا شايفينه ده. مكانها بيبقى فين؟ ورا المقلمة. فأول المقلمة في نصها مش هتفرق كتير، هي المسألة. المهم ان هو بيبقى راكب ورا المقلمة، بحيث ان انت اول ما بتحرك الورانية بتاعت الرسمة المقلمة بترجع. احنا كده بنتكلم في خراطة داخلية فقط. الحركة دي مش بتنفع غير في الخراطة الداخلية. اول ما بتحرك بتلاقي مؤشر الانديكيتور بدأ يتحرك وبتشتغل عادي خالص. عايز اقول لكم ان انت مفروض بتوضب زيرو على الانديكيتور وبتوضب زيرو على الرسمه برضو، علشان ما تتلخبطش من حركه الانديكيتور، لان ممكن يبقى الحته فيها التوب فيه 2 3 مللي، فالانديكيتور هيلف العقرب بتاعه هيلف 3 مرات، فده هيلخبطك. فالافضل توضب زيرو علشان يبقى في اخر ملي فقط عينك على الساعه بتاعه الانديكيتور. في الوقت ده انت حولت المخرطه لدقه 1/100 من الملي، يعني هتخرط وتعمل تجاوز شحط لرمان البلي بمنتهى السهولة، أو لأي حاجة تانية. نتأكد بمحدد قياس جو ونوت جو. هنلاحظ ان الجو دلوقتي نزل لغاية نص الحتة. طبعا اكيد النوت جو مش هينزل، يبقى كده مفروض ان انت بتوسع حاجة بسيطة، وش بسيط قوي في الوقت ده. ساعة الاندوكيتور والتركيبة دي، الفكرة البسيطة دي يا جماعة، ما تتخيلش هي هتريحك قد ايه، لان هتديلك فرصة ان انت تاخد 1/100، وبتبقى شايفه قدام عينيك، مش بيبقى بالاحساس. بركب المحدد زي ما احنا شايفين بمنتهى السهولة، شايف مقاساتك قدام عينيك. المسألة مش بالاحساس. احنا عارفين ان دقة معظم المخارط الدقة بتاعتها مش هتقل عن 5% من ملي، يعني المسألة 1/100 دي ولا في الأحلام. محدد مظبوط، تمام. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد وفكرة جديدة من قناتكم قناة الورشة. أتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم.